يعني ايه اول مرة فريق يشارك في البطولة في تاريخه في الكونفدرالية يطلع حامل اللقب؟ يعني ايه؟ انا نفسي افهمها. يعني ايه؟ ما احنا قلنا مليون مرة نسيبنا من العك والهري ونركز في اللعب، نركز في التكتيكات اهم حاجة. انما لا، ليه نركز؟ ما هو لازم نشتم في زيزو ونسخر من زيزو، نتريق على زيزو، نحب زيزو، نكره زيزو، نشجع زيزو، نعمل كل حاجة. هو زيزو بقى المحور بتاع الكون، محور النادي ومحور الجمهور ومحور كل حاجة. انما نركز في اللعب الحلو، في التكتيك الحلو، نركز في الكورة الحلوة، نركز في ان احنا ازاي نجيب بطولات؟ لا. انما اهم حاجة نركز في اي حاجة تانية غير الحاجة اللي طريقها اخره بطولة، طريقها اخره كاس، يعني اخرها اخر الطريق ده حاجة حلوة. لا، احنا ملناش دعوة بالكلام ده. احنا لينا بس في الطرق كلها العك والهري والفساد وي 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 هكذا. نفضل قافشين في اللي لا، في 3 نقط خصموا من الاهلي مش عارف ايه، واحنا لا انما نلعب كرة حلوة ونعمل. يعني احنا بنلعب في كونفدرالية ومش في يا شماتة الاهلي فيه، يا شماتة الاهلي فيه. يعني دلوقتي اهلي بيلعب في دوري ابطال مش في كونفدرالية، ويفوز ذهاب واياب على ارضه وخارج ارضه. انت تتهزم من فريق اول مرة يشارك في البطولة على ارضك وسط جمهورك وسط ناسك؟ ليه يعني؟ ليه؟ ليه حرقة الدم دي؟ انا اول مره اسمع اصلا عن فريق اسمه ستليبوش. ايه الفريق؟ انت عارف الفريق ده في الدوري ما بينه وبين صن داونز كام نقطه؟ 23 نقطه. 23 نقطه. انا مش لاقي كلام اقوله غير كلمه واحده بس: حسبي الله ونعم الوكيل. قول لنا رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.